ليه ما حدش بيحبنا بجد وبيقف معانا وبينصفنا وبيقدر قيمتنا قد ايه وبيقدر احنا عملنا ايه وجينا منين ورحنا فين وعارفين ايه؟ ليه؟ مش قادر افهم والله، مش قادر افهم العبط اللي انا بشوفه بعينيا. حاجة يعني ما يعلم بيها الا ربنا والله. بس انا اصريت وخدتها عهد على نفسي. انا كل مرة كنت بفتح فيها لايف كنت بفصل فترة، ومع كل مرة فصلت فيها طلع نجم جديد. المرة دي انا قلت ان انا قاعد فيها لحد ما ان شاء الله اتنصف فوق الجميع، لان معلش يعني في السيرفر المصري بالصلاة على النبي كده، السيرفر المصري ده كله كده بالصلاة على النبي، العبد لله اقل واحد في الدنيا هو اساسه. والناس لو مش فاهمه ده يقولها حرج عليهم. واحد المفروض اول ما يفتح اللايف، بس اول ما بيفتح اللايف مجرد بس فتحته لللايف كده يكون توب 1 على طول، اللي هو البرنامج بسم الله الرحمن الرحيم كده. نسر موجود على البرنامج يا ابني. نسر اساس السوشيال ميديا، تاريخ السوشيال ميديا، تاريخ مجال الترفيه على الانترنت، اساس الافكار واساس الابداع موجود هنا يا ابني. ده بسم الله الرحمن الرحيم، ده اللي المفروض يحصل، ده الطبيعي بالنسبه لي، يعني ده الطبيعي عامه يعني. فلو الناس دلوقتي بتحاول تقنعني بشيء غير الطبيعي، طز في كل الناس يا اخي، طز في كل الناس والله، لان ده الطبيعي. واي حد بيحاول ان هو يثبت حاجه غير كده فهو كذاب، فهو منافق، فهو حاقد، فهو في قلبه شر. كل الناس دي ما تشغلناش، كل الناس دي عطلانه، اولهم واخرهم فاضي. خليهم يا عم، الناس بتكتب تعليقات سلبيه، خلي اللي يكتب تعليقات سلبيه يكتب، هو بيعلي الريتش. انا هوصل اللي انا عايزه وهو مش هيوصل لاي حاجه. انا بقيتش اشغل دماغي خلاص بتعليقات سلبيه، انا مش محتاج ان انا انزل من مستواي لتعليقات سلبيه. انا ما بشوفش غير اللي بيحبني بس على الدنيا دي النهارده. والمشكله بقى ان اللي بيحبوني دول قليلين قوي، لان مفيش حد مقدر قيمتنا عامله ازاي. كل الناس متخيله ان ده مجرد كلام مرسل، مش عارفين ان دي الحقيقه، مش مصدقيننا، مش فاهميننا، مقتنعين. حد كاتب كلنا معاك، كلنا معاك لمده قد ايه؟ 10 دقايق، 5 دقايق، ربع ساعه. ربع ساعه تفضل تتفاعل معايا لحد ما تزهق من اللايف وتزهق ان مفيش حد بيعزز لينا فتمشي. تضحك عليا ولا بتضحك على مين؟